كحول سواك تراث مغربي عالمية. كحول سواك أجيو استفدوا مع سكين ومارية. كحول سواك تراث المغربي عالمية. كحول سواك أجيو استفدوا مع سكين ومارية. كحول سواك. متابعينا مساء الخير عليكم، مرحبا بكم في حلقه جديده من كحول سواك. نتمنىكم تكونوا على خير وبخير فين ما كنتوا، وتكونوا مهليين ليا في الحاله ومقادين ومصاوبين من الثقافه المغربيه الاصيليه. ونتمنى حتى بنيتاتنا اللي طالعين دابا يكونوا استفدوا معنا من هذا البودكاست، وبيتيت اخترنا فيهم الفضول باش يمشيو يقلبوا شي شويه في الثقافه المغربيه. البنات والنساء اللي مشاو قلبوا خليوا لينا اشنو لقيتوا في لي ميساج وفي لي كومونتير ديالكم. بغينا نعرفوكم واش حركنا مشاعركم تجاه كل ما هو تراث غني مغربي ولا لا. الا كنا لا غادي نتقلقوا ونعاتبوكم شويه ونتمناوها في الحلقات الجايه، وإلا كنا صيفطوا لينا وقولوا لينا علاش قلبتوا واشنو بغيتوا مازال ندويو عليه، وحنا واجدين باش نبحثوا لكم ونديروا مجهودنا باش نغوصوا في تاريخ وكنز بلادنا من تراثه الكبير والغني جدا، حيث كونوا على يقين كنا محافظين على تراثنا ما كنا غنحتاجوا لتا شي حاجه من برا بلادنا. ياك ماريا؟ هادشي اللي كاين. واليوم انا كنظن انه من اللون اللي لابسين غيعرفونا علاش غادي نتكلموا. حاجه عندها علاقه بالجمال ومعروف بها المغرب ومعروف المغرب بالوصفات ديالها. شنو هي؟ بعد السلام. عليكم السلام. لاباس عليك؟ كلشي على خير؟ الله يحفظك. يحفظك. شاد الزازيه لاله تليجه عاوتاني بشكل اخر. الله يكبر. وتا هي كتبكري. انا ما عنديش الفرق ما بين هذه وجوهره، رانا فاشله في هادشي. لا هذه تليجه مغربيه وحتى هي كتبكري وما كايناش دابا. ما كايناش؟ لا ما كايناش، صعيب باش تلقى هذا النوع ديال التليجه بالضبط. وشكرا لحبيبتي. ما سمعنا حتى شي واحد من خديجه. حبيبتي خديتها مع خالة راجلي. ما ترديش لا. شكرا لها. وسمحي لينا حيت هي سبونسور ديال حوايجي. وتسمح لينا تسمح لينا. البلاكار ديالها قلت لها سمحي لي ولكن هنا غندير شرع يدي وغناخذ من عندك البيسات القدام، وهي من السيدات الزمنيات اللي كان عزيز عليها اللبس المغربي التقليدي وحافظت على الفصاله وحافظت برافو عليها الصراحه. صافي بليزير. وحافظت على داك الشيء ما عطاتو ما صدقاتو ما سلفاتو ما حيداتو ما قلفت عليه الوقت دي موضه. هذا هو الخطا الكبير. هذاك الشيء بقى عزيز حيت الاغلب ديال الامهات والجدات كان عندهم هذا الشيء، ولكن بزاف ما حافظوش عليه. كتلقى بقات عندها غير حاجه ولا جوج هي طرقات على كل شيء. ويمكن من زهري انا يمكن والله يعطيها الصحه عندنا ما نسالوها، ولكن راه الشفاء على حقها وطريقها وتليجه على حقها وطريقها. شفناها بالرحمه ديال سيدي ربي. المهم انا الا ما رجعتهاش راه انت السبب. واخا لا نمشيو اليوم ونسولوك انت حيت هذا المنتوج عزيز عليك. عزيز عليا حيت عنده الى افيكاس، هو فعال في انه يعطي واحد التفتيح، يعطي واحد النضاره، يوحد اللون ديال البشره. بما انني خبيره ديال التجميل عزيز عليا اي حاجه فعاله، ماشي غنبقاو نقولوا راه هذا راه مزيان وهذا لا، راه كنشكروا كل شيء وفي الاخر واخا نديروا كل شيء حتى شي حاجه ما قاديه. ولكن بصح المكون اللي غنتكلموا عليه اليوم تيعجبني بالافيكاسيتي ديالو. وبلاتي ماريا ماشي خبيره ديال التجميل، اخصائيه في التجميل غير جراحي والعنايه بالبشره بالضبط. تماما. ومن مورا هذا البودكاست غنولي خبيره في العنايه بالتراث المغربي. يا ربي. يا ربي الله يوفقك. هو واحد اللقب اللي غادي يزيدني فخر وغادي نعتز به بزاف. اي حاجه نقدر نقدمها للبنات بلادي وللناس اللي كيتفرجوا فينا، اي معلومه ولو تكون بحثنا عليها ويلا حتى حنا عرفناها فعرفوها انها خارجه من القلب. الله يعطيك الصحه. وهذا هو الموتيف ديالنا الى ان شاء الله. ونتمناوها ربي انه سخر لنا الابواب وزاد نجاحنا في هذا البودكاست، لانه فعلا راه خارج من القلب. وحتى في توجدنا راه ما عرفناش نوجدوا، راه الناس غيشوفوا هادشي هازين ويسحبوا راه حنا حاطين شي حاجه، راه والو داكشي كيخرج من القلب اللي قدرنا اننا ننكسيو. فريق الاعداد كيعطينا هاد الوريقات وكيبقى يحمر فينا، ما كيبقاش معنا نتيجه. تماما. وحنا اليوم يمكن كنعرفوا المواضيع اللي كنتكلموا عليها سكينه، ولكن المعلومات هي معلومات اللي حنا تاكدنا منها، والمعلومات اللي ان حنا فهمناها وعاد باش غادي نعطيوها للناس اللي كيتفرجوا فينا. دونك اليوم هو ماشي بودكاست من ماريا وسكينه، وانما من جوج مغربيات بحثوا شويه في الثقافه ديالهم وبغاو يتشاركوا الثقافه ديالهم مع الناس المغاربه وكذلك الناس اللي غير مغاربه اللي مهتمين بالثقافه ديال المغرب. علاش غندويو اليوم؟ على النيله. النيله
النيله ولو تم لبسنا الزرق بحال كنت كنشوف يا سكينه خصنا نلبسوا الزرق، حيت النيله واحد المكون اللي هو معروف في العالم العربي ومعروف حتى عند الناس ديال جنوب الصحراء وفي افريقيا. ولكن كيف ذكرت قبل ان السيده المغربيه هي الوحيده، وبالضبط السيدات اللي في الصحراء المغربيه كنوجهوا لهم افضل تحيه، كانوا فنانات انهم يخرجوا من النيله اجمل الوصفات والوصفات اللي هي ناجحه. غير هو ربما بزاف ديال الناس كيظنوا بان النيله كتستعمل فقط في الوصفات ديال الجمال ديال البشره فقط. لا، هي البشره والجسم والشعر كذلك. هي كانت النيله من المكونات اللي كانوا كيديروها السيدات باش ما يبقاش الشعر غير كحل، كان في الصباغه ديال الشعر كيولي مزرق، كيولي داك البلونوي، وحنا كنقولوا الكحل غري. كان كحل نعم لا كحل غري صافي شو لا انت دابا بديتي كتجهدي عليا في هادشي. وهذاك الكحل تيبان في الليل كحل، وفي الضوء ديال النهار ولا كيبان غادي للزروقيه. هذاك اللون كانوا السيدات كيديروه بالنيله بيان سور، وبمكونات اخرى اللي كانوا كيديروا فيها الصباغه ديال الشعر. حنا دابا كنسميوه بلونوي، كنديروه بصبايغ كيميائيه بيان سور. هذيك الصباغه كتجيك انستونطاني دغيا كديريها دغيا كتعطيك الريزولطا، ولكن الاضرار ديالها راه النيله كتعطي نفس اللون الا صبرنا عليها وبقينا كنداوموها بيان سور وناخذوا الوصفه الصحيحه من عند الناس الامناء. هي غير للاشاره النيله عندها فوائد ديال الشعر، كترطب وكتغذي الشعر، وزعما ماشي جات غير هكاك ويديروها غير على ود اللون. هي راه واحد المكون اللي تيغذي الزغبه ديال الشعر. تماما سكينه، كتغذي الزغبه ديال الشعر ديالنا، وكتعاون الشعر المتقصف على انه يتغذى، وكتعاون حتى الجلده ديال الشعر باش انها ما تبقاش كتهيج، وحتى الناس اللي عندهم القشره. شوف الفوائد ديال النيله، بيان سور عندها فوائد للبشره، عندها فوائد للجسم. غير انا بغيت نتكلم على واحد لا طوندونس اللي خداتها النيله اللي ولات بيجامه. بيجامه النيله ولا ملحفه النيله، وهي ما كانتش بيجامه. لتصحيح المعلومات، النيله كانت ملحفه النيله. غير مع تطور الوقت والسيده ولات بغات اي حاجه براتيك حولوها البيجامه. غير البيجامه انا جاتني براتيك اكثر، حيت تقدر توصل لمناطق كثيره من الجسم، وحيت خاصك تبقاي بها على الاقل 24 ساعه باش تعطي النتيجه. تماما. دونك السيدات في الصحراء المغربيه كانوا كيستعملوها في بيان سور العروسه كانت كتستعمل العروسه واحد 24 ساعه، ولا قد ما خلاتها 48 ساعه باش كتصبغ بهذاك اللون ديال النيله. وحنا كنتكلموا على النيله الطبيعيه ماشي على الصبايغ، كنهضروا على ماشي على ديك اللي كتباع دابا وكنتيقوا انها نيله، كندوي على النيله الاصيليه. النيله الاصيليه. دونك السيده كانت كتلبسها وكانت كتبقى بها حتى لحمها كيولي كله زرق، ومن بعدها يا لاله كانت كدير واحد الحمام فاعل تارك مع هذاك الكيس ومع الحكان، كانت كتحيد النيله وكتحيد معها اي تصبغات واي لون في البشره ما موحدش، وكتخرج السيده كتشعل. ولكن واش كنعرفوا شنو هي النيله في الاصل؟ النيله في الاصل هي واحد العشبه صغيره، يعني نبات عشبي اللي معروف بان الوريقات ديالو زرقين، وفي ديك الوقيته اولا كانوا بزاف ديال السيدات كيستعملوه لصباغه الشعر، كيف ما قلنا شنو هو الكحل الغري. انا حفظت الكحل الغري. ولكن مع التطور شي شويه دخلت في الطقوس التقليديه ديال الجمال. هنا فين غتبان الملحفه، فين غادي تبان مؤخرا البيجامه، واخا ولات كتسوق في دول ما عندهم علاقه بثقافتنا ومشكله داك اخر، ولكن هي راه مغربيه. لا قالوا هوك راه ديالهم، راه هي ديال المغرب. لا قالوا هوك ديالهم راه هي ديال المغرب. غير هي في الاصل هي ديال افريقيا. هي كانت واحد النبته اللي كتنبت في واحد الجزء من افريقيا واسيا، ولكن كيفاش تطورات وكيفاش دخلات في الروتين الجمالي ديال المراه، لا بشعرها ولا البشره ديالها، هذه مساله راجعه للثقافه المغربيه المحضه مليون ومليار في المية. تماما. واللي في البحث ديالي اكتشفته سكينه هو ان هي النيله ثقافه في المغرب كامل، ولكن اللي كان مشهور بها بزاف كيف قلنا هي السيده الصحراويه. كانوا عندهم وصفات ديال النيله، واللي اكتشفت هو انه كانوا لي ماسك ديال لي سيغن بالنيله. لي ماسك ديال لي سيغن
كانوا سيدات اللي عندهم لا سير. واو شتي هاد النيله اليوم مزيان. انا تعجبني النيله حيت مكون بصح فعال في التفتيح. كيف كانوا السيدات اللي عندهم لا سير ولا كان الدوره ديال العين ديالهم غامقه كانوا كيديروا دي ماسك بلا سيغن. النيله مع اشنو صراحه ما عرفتش، اللي عارف يخلينا في لي كومونتير. وحتى الطريقه باش كيديروها ما يدخلوش للعين تماما كتكون في الدوره ديال العين اللي بعيده على العين، ولكن كان مكون فعال. وبما انه مكون طبيعي فما غاديش يضر لنا المحيط ديال العين، لان المحيط ديال العين هو واحد البلاصه اللي هي حساسه. عاد نجيو نتكلموا على المذهب اللي خداتو النيله في السوشيال ميديا. ملي كنجيو نكتبوا النيله ولا بيجامه النيله كنلقاوها منسوبه لبزاف ديال البلدان اللي نقدر نقول ما عندهم حتى شي علاقه مع النيله ومع التفتيح ديال البشره بالنيله ومع البيجامه ديال النيله ولا الملحفه ديال النيله. في الجانب الجمالي، في الجانب لانه هي كصباغه كانت كتستعمل في العالم تماما، ولكن في الجانب الجمالي ديال المغرب هذه محيده لي تحت. هي السيده المغربيه هي اللي عرفت كيفاش توظف المكون ديال النيله في الجمال ديالها. وكيف كنقول سكينه اليوم جينا نحيدوا اي لبس على اي تراث مغربي سواء كان على الجمال ولا في الوصفات، فنأكدوا ان النيله ولا الملحفه ديال النيله فهي ابليكاسيون ولا مكون جمالي مغربي تشهرت به المراه الصحراويه في جنوب الاقاليم الجنوبيه. طيب نضيف لك واحد الاشاره، هي النيله كتزرع في واحد الوقيته من العام وكانت هي من الزراعات النسائيه. النساء هما اللي كانوا كيزرعوها يحتاجوها. وملي كتوصل الوقيته ديال الحصاد ديالها كتحصد وكتجفف باش دير لها العام كامل. يعني كانت كدير بواحد الكميه اللي هي بسيطه اللي غتكفي هذيك السيده والناس اللي قراب منها وليدها بنيتها، لان حنا ما كانش الاسره النوويه بحال دابا الوالدين ووليداتهم وصافي. كانت العائله العمام والخوال والجد والابناء كلشي مجموع في دار وحده، فبالتالي الفريق على حسب العدد ديال الفريق على حسب النيله اللي غتزرع وغتصاوب باش كل واحد يستافد منها بطبيعه الحال. انا كنقول ديما كنبغي نحيي هذاك حب التراث في الشابات وفي البنيات اللي باغيين يبداو مشاريع على قدهم ولا مشاريع عندها علاقه بالجمال ولا اي سيده كتبغي دير شي اكتيفيتي ديالها. راه المكونات المغربيه واحد الكنز وواحد المكونات اللي هي خام اللي نقدروا الا عرفنا كيفاش نسوقوا ليها وعرفنا ان نلقاو المنتجات طبيعيه اللي بيان سور تفيد الناس، ما ناخذوش مكونات اللي ما عارفينش المصدر ديالها. فبيان سور نقدروا حنا نديروا مشاريع اللي هي ناجحه ونسوقوا لثقافتنا المغربيه داخل المغرب وبيان سور خارج ارض المغرب. واخا الفوائد ديال النيله بالنسبه للشعر كاين بزاف ديال الفوائد. كاين اول حاجه انها كتقلل من تساقط ديال الشعر. كاين ايضا انها كتساعد في ترطيب الشعر كيف ما قلنا، يعني كتنعم الشعر. وايضا هي كتعاون على ان الفروه تنقى. الفروه ديال الراس كتنقى، ما كيبقاش فيها داك السيبوم وداك الشيء، ما كيبقاش داك ليكسي سيبوم ما كيبقاش. وهذه المساله عاود راه كنرجع ونقول بقدر وبوصفة دقيقة كنسطر عليها بالخطوط الحمراء. بقدر وبوصفة دقيقة. ما يمكنش أي واحد يجي ويقول لك أنا درت النيلة وغنجي وغناخذها واش ديك النيلة هي فعلا الحقيقية ولا لا؟ حيت راه مشكل دابا راه كيبيعوا الناس للأسف بحال العكر الفاسي بحال كيبيعوا الناس سلع مغشوشة على أساس أنها هذاك المكون ملي كيمشي كيستعملها وكدير له شي ضرر ما تعرفش هو روستي. إذا خصنا نعرفوا المصدر شي حد يجيبها على يده كيف ما تنديروا في البقولة وفي الترجلة. تنقولوا هادو امور خصنا نعرفوا داك اللي جابها من خديناها ومضمونه 100%. نفس المساله كتنعكس على النيله. الفوائد ديال هذه البشره طبيعه الحال راكي تكلمتي عليهم هما ماليه، تيبين يعني تيرطبوا البشره، تيحيدوا التصبغات، كيفتحوا البشره. وخصائصها ايضا انها مضاده للالتهابات، اونتي انفلاماتوار لوكال. يعني ما بقيناش محتاجين لا كريم الا اعتمدنا النيله. ولكن انا كنعاود ناكد انه الناس اللي عندهم مشاكل في البشره يحاولوا ايفيتيو الوصفات اللي ما عارفينش المقادير، اللي ما عارفين شحال ديال المكونات غنديروا امتى غادي نديروا. الناس اللي عندهم مشاكل في البشره هذا لا يمنع ان الوصفات الجماليه عندها واحد الطابع ديال الترطيب، واحد الطابع ديال التغذيه، ولكن كيبقى الناس اللي عندهم مشاكل في البشره خصهم العلاج وخصنا نشوفوا الطبيب. دونك الثقافه ديالنا والموروث ديالنا الثقافي غادي متوازي مع العلاج بالنسبه للناس اللي عندهم مشاكل في البشره.
غتسمحي لي يا ماريا هاد المره وغادي نشوف في الكاميرا باش نعطي واحد الميساج مهم بزاف. ملي كنتكلموا على الطبيعي فهو طبيعي 100%. ما يمكنش نخلطوا مع مكونات اللي هي بحال مثلا اليوغورت او نخلطوا مع مكونات اللي هي مصنعه ونقولوا هذا واحد الماسك طبيعي او لا كريمه طبيعيه. ما هو طبيعي تيبقى طبيعي خارج من الارض وعارفين المصدر ديالو ومتاكدين من المصدر ديالو. رسالتي للنساء والبنات اللي كيشوفوا فينا ليس كل ما يلمع فهو ذهب. الناس ما تبقاش تتبع الوصفات اللي كتسمعوا في الانترنت، هذه قالت لكم هذه وصفه كطول الشعر، هذه وصفه كتزين الشعر، هذا شكل، هذه وصفه كتبيض، هذه وصفه كتصفي. ما يمكنش نكونوا كلنا بحال وما يمكنش نكونوا كلنا كنداويو على نفس المشاكل. فالله يجازيكم بخير. ومن خلال كحول وسواك بغينا نرجعوا لتراثنا، بغينا نرجعوا لعاداتنا، بغينا نرجعوا لتقاليدنا، وماشي اي وصفه شفناها في الانترنت نمشيو ونطبقوها على الذات ديالنا. بكري راه كنا كنكونوا متاكدين من المكونات انها طبيعيه، ومع ذلك الجده ولا الام كتنصح انه نديروها في واحد الطرف ديال الجلد ونشوفوا لا رياكسيون ديالها. ما نلعبوش بالجلد ديالنا، ما نثقوش بالناس للاسف اللي كيعطيو بزاف ديال الوصفات واللي تقدر تكون خطيره. راه كتستعملوا شي حوايج اللي ما كتعرفوش التبعيات ديالهم من بعد. ما يمكنش نجيو نخلطوا الكورتيكويد كماده خاضعه للمختبر ودايزه من لابوغاتوار وغنجيو غادي نخلطوها مع مكون طبيعي ونطليوها باش نقولوا راه غادي نبيضوا. الله يجازيكم بخير. خاصنا نتقبلوا راسنا كنساء، اللي بيضه زوينه واللي سميمره زوينه واللي خمريه زوينه، وكل وحده عندها نسبه من الجمال اللي خاصها تهلا فيها وتعرف كيفاش تبينها وكيفاش تحفزها وكيفاش تعتني بها. راه اون فوا كتعتني بالبشره ديالك، اون فوا كتعتني بشكلك، اون فوا كتعتني بالنفسيه ديالك، كتهلاي في راسك، كتعطي لراسك الوقت ديالو، كتولي زوينه وكتبرقي كيف ما بغيتي تكوني. حاشا ربي واش يكون مضيعنا في هذا الحق هذا. كل وحده عطيها ربي على قد حقها وعلى قد شكلها اللي خاصها تهلا فيه وتحفزو وتعرف شنو كدير. فإلا بغينا نستعملوا مواد طبيعيه خاصها تكون طبيعيه، متاكدين من المصدر ديالها وما نجيوش بعشوائيه ونخلطوا هذه مع هذه باش تعطي الفعاليه. خبرك هذه المساله شي وحده كتقول لك غادي ندير واحد 7 المعالق وندير واحد باش تعطيني الفعاليه، والسيده كتقول لها ديري 4 معالق، راه ما يمكنش، راه ما كايناش الفعاليه بهذه الطريقه. وصفه ديال الكيكه والكيكه الا كثرنا راه ما غاديش تصدق، الا كثرنا المكونات اللي خاصو يداروا في الكيكه راه ما غاديش تصدق لينا الكيكه تماما. سو كاين الميساج ديالنا ديما واضح عبر كحول وسواك ولا حنا سواء مع الناس اللي قراب لينا، ديما كنبقاو ننصحوا انه ما يمكنش نخلطوا الدواء اللي كيعالج واحد المرض مع واحد المكون اللي هو طبيعي ونقولوا الوصفات الطبيعيه راه ما كتعطيش نتيجه. هذاك راه ماشي وصفه طبيعيه فعلا. هذاك راه واحد الفورمول اللي فيها واحد الكومبوزيسيون شيميك مع واحد الحاجه اللي هي طبيعيه. درتي واحد المختبر صغير في الكوزينه وطبقتيه على وجهك وكتسناي النتيجه شنو هي ما عرفناهاش. وصلنا لختام حلقتنا اليوم وبغيت نقول لاي سيده كتفرج فينا وعندها غندير الماريه كيف ما بلاتي قهرتك وبلاتي يا ماريه. لا ابسط حاجه نقدروا نديروها بالنيله شنو هي؟ بها نقول بسلامه باش نختموا. ابسط حاجه نديروا بالنيله من بعد ما نتحققوا بانها حقيقيه وفعلا نقدروا نستعملوها، نقدروا نديروها في الحمام مع الحنه ولا في النفقه ديالنا ولا كمكون اللي كنضيفوه غيعطي نتيجه زوينه. ولكن الاساسي هو انه نعرفوها بانها اصليه 100% العشبه ديال النيله. وواحد الحاجه اخرى هو ياش انا رديتك هو كنت غنختم الحلقه ولكن معليش هذه ما فيها باس. الصابون البلدي اللي كنستعملوه حنا في الحمام ديالنا المغربي نقدروا نديروا معاه شويه ديال المدافع حتى يولي بحال الماء هكا ليكيد ونزيدوا معاه النيله طبيعيه ونستعملوا الصابون البلدي بالنيله. النتيجه ديالو رائعه في تفتيح تصبغات. وبه الختام وصلنا لنهايه حلقتنا مشاهدينا. نتمنى ان اليوم في كحول وسواك فدناكم وعرفتناكم بالفوائد ديال النيله. ان النيله راه مكون كانت موجود تقريبا في دول افريقيا وفي دول الشرق، ولكن كنعاود ناكد ان المراه المغربيه هي اللي عرفت كيفاش تخدم النيله في الجمال ديالها. نتمنى ان فدناكم. كانت معكم سكينه وماريا كحول وسواك. كحول وسواك كحول وسواك كحول وسواك كحول وسواك كحول وسواك مع سكينة وماريا غتستافد 100 في التراث المغربية. مرحبا بالعالمية. كحول وسواك كحول وسواك
كحول سواد كحول سواد كحول سواد كحول سواد